بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في قناتي مطبخ تستي بيتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالي نعمل حاجه حلوه جدا ببيضه واحده بس، بسكوته ناعمه وهشه ومقرمشه بتدوب في البق، وزي ما قلت لك ملهاش اي مقادير، حاجات موجوده عندنا كلنا في المطبخ، مقادير قليله جدا وهنعمل بيها العظمه دي. بيضه واحده بس بدرجه حراره المطبخ هنحطها، ونحط عليها ورقتين فانيليا، رشه ملح، ونص كوبايه سكر، 80 جرام بالظبط سكر خشن عادي مش سكر بودره. قلبي بقى بمضرب سلك كده بايدك او حتى بشوكه، قلبي لحد ما تحسي ان السكر داب قدامك. بعد كده هننزل بربع كوبايه زيت او 100 مللي زيت، ونقلب برده لحد ما الخليط ده يتقل. كل ما هتقلبي الزيت مع السكر والبيض هتحسي كل شويه انه بيتقل في ايدك. اول ما تحسي ان الخليط ده تقل كده هننزل عليه على طول ب 50 جرام نشا. النشا هنا هتخلي البسكوته تنعم معاكي وتبقى دايبه. هحط عليها كمان نص معلقه من بشر البرتقال. هنحط معلقه بيكنج باودر او كيس بيكنج باودر. قلبي بقى الخليط ده كله مع بعضه كده لحد النشا ما تدوب وتختفي من قدامك. انا رفعت المضرب دلوقتي وهستخدم الاسباتشولا، هتلم معايا العجين اسهل. خلاص كده اول ما اتلمت معايا والبيكنج باودر داب قدامي هنزل بالدقيق. الدقيق معايا 200 جرام دقيق، مش هنزل بالدقيق كله مره واحده، هنزل بيه على مرتين بس عشان اظبط قوام العجين معايا، لان الدقيق مش كله زي بعضه. المقدار كله 200 جرام، هحط شويه بشويه كده لحد ما اظبط قوام العجينه. عجينه بسكوت عاديه جدا. هشيل كمان الاسباتولا وهعجن بقى بايدي. انا ما بعجنش، انا بجمع بس العجينه، بجمعها بايدي كده، ما بنلتش ونعجن فيها عشان البسكوته ما تعضمش وتنشف معانا. بايدك كده واضغطي عليها، جمعي العجينه في ايدك. انا حطيت كل مقدار الدقيق وظبط معايا العجينه، مش زايده دقيق ولا ناقصه دقيق. 200 جرام اللي هم مجين من بتوع الشاي. وده قوام العجينه، بتبقى عجينه متماسكه كده، يابسه في ايدك، مش طريه ومش بتلزق، وكمان ما فيهاش اي تشققات. جمعت العجينه وهقسمها 4 كده، 4 قطع قد بعض، وبكورهم بايدي وبركنها في التلاجة. ما تحطيهاش بره في الحر، ده هناخد قطعة قطعة نشتغل بيها والباقي يبقى في التلاجة. اول حتة خدتها قدامي اهو، ببرمها قدامي على الرخامة كده بايديا الاتنين وافرد فيها، وببرم بايدي وبفرد لحد ما تبقى بالشكل ده كده قدامي. ما تخليهاش تخينة من حتة ورفيعة من حتة عشان البسكوت كله يطلع قدامك زي بعضه. بالشوكة بقى كده هحطها في النشا عشان ما تلزقش في العجين، وهشكل البسكوتات بتاعتي. بضغط بالشوكة كده على العجينة، اخد شكل البسكوتة، مش محتاجة بصامة ومش محتاجة اي حاجة، بالشوكة وهنعملها. سهلة جدا يا بنات وناجحة جدا وطعمها خرافي. بس كده انا شكلت القطعة دي، هقطعها بقى كده بالسباتولا واحدة واحدة كده وبشويش، واي عجين زيادة بنلمه. هرصها بقى في صاج الخبز، صينية فرن، اي حاجة هتخبزي فيها البسكوت. انا بوريكي قوام البسكوتة، مش بتلزق وماسكة نفسها كده، ممكن تمسكيها بايدك مش هتلزق في ايدك ولا رسمتها هتبوظ. هكمل بقى العجين اللي معايا، هاخد حتة تاني والباقي في التلاجة. ما تسيبيش العجين في الحر ده بره عشان الزيت ما يفصلش منه. وببرمها قدامي كده على الرخامة زي ما انت شايفة، بضغط عليها بايديا الاتنين وبفرد لحد ما تتشكل قدامي كده. باخد برضو الشوكة بحطها في النشا عشان ما تلزقش في العجين، وبضغط عليها بشويش، اخد بس شكل رسمة البسكوت وبرفع. سهلة جدا، جربيها هتفرحي بيها جدا وهتفرحي ولادك. احسن ما يشتروا اي حاجة جاهزة من بره ياكلوها، ولا فيها مواد حافظة ولا فيها اي حاجة غريبة. شوية سكر وشوية زيت وهنعمل بيهم احلى شوية بسكوت. بس كده قطعتها برضو، هاخدها على الصاج احطها جنب التانيين، وهكمل بقى تقطيع بقية العجين اللي معايا واوريكي في الاخر بعد ما اخلص. شايفة شكلهم حلو ازاي؟ ولا مكنة بقى ولا مكنة بيتي فور ولا مكنة بسكوت ولا حتى بكيس الحلواني، بالشوكة وقطعناهم وشكلناهم. لو حابة تحشي العجينة دي بأي حاجة عندك، شوكولاتة نيوتيلا، أو حابة تحطي فيها عجوة مثلا، يبقى بسكوت بالبلح، بتبقى حلوة جدا برضو. طعمه وريحته وهو لسه عجين كده تجنن. هدخلها الفرن دلوقتي على درجة حرارة 180 في الشبكة اللي في النص. ما بياخدش وقت كتير، تلت ساعة وبيستوي من فوق ومن تحت كده زي ما انتي شايفة.
لو مش عندك مروحة في الفرن بتشغلي 10 دقايق من تحت وتشغلي الشواية من فوق 10 دقايق، وبيطلع معاكي بالشكل الجميل ده، ناعمة وهشة ومحملة كده مش فاضية وحرفيا بتدوب في ايدك. سيحت حتة شوكولاتة صغيرة في الميكروويف وهحطها كده، هحط نص البسكوتة بس في الشوكولاتة تدي شكل وطعم مختلف للبسكوت. زي ما انت شايفة كده بحط نص البسكوتة بس، بغطس نص البسكوتة، لو حابة تغطسيها كلها في الشوكولاتة هتبقى حلوة برضو جدا، بس انا عشان عاملة لي الشاي فغطست بس نصها. وبتحطيه على كيس تلاجة عشان لما الشوكولاتة تنشف تعرفي تشيليه على طول. لو حطيتيه على ورقة زبدة او على الصينية على طول هتلاقي الشوكولاتة لزقت ومش هتعرفي تخلعي البسكوتة. احسن حاجة تنشريه كده على كيس تلاجة، بتعزل معاكي على طول اول ما الشوكولاتة بتمسك. بس كده دخله التلاجة مفيش 10 دقايق وبتمسك وبتيجي تشيليها بتطلع معاكي كده شكلها تحفة. زودت انا كمان من عندي رشة شوكولاتة بيضة كده، خدتها خطوط عشوائية على الشوكولاتة الغامقة عشان تدي شكل بس حلو. ممكن ترشي على الشوكولاتة شوية مكسرات، حبة فول سوداني متكسرين، حبة لوز، أي حاجة عندك، أو شوكولاتة بيضة كده زي ما أنا عملت، أو حتى لو سبتيها بالشوكولاتة البني بس كده شكلها برضو حلو. كوباية شاي بلبن بقى أو كوباية نسكافيه أحلى فطار الصبح. ممكن تعمليه وانتي واقفة، لا بياخد وقت ولا بياخد تخمير ولا أي حاجة، اعجنيهم وقطعيهم وانتي واقفة مش هياخد معاكي 10 دقايق، وتخبزيهم ويطلعوا طازة الصبح للفطار، حاجة كده خرافية، طرية وهشة وناعمة وحرفيا بتدوب في بقك. ولا تشتري حاجة من الأفران ولا تشتري حاجة من بره، شوية زيت حتى من بتوع التموين وشوية سكر هتعمل معاكي كمية حلوة جدا. بس كده حبايبي، دي الوصفة بتاعتي النهاردة، يا رب تكون عجبتك وحاولي تجربيها وتكتبي لي رأيك في الكومنتات. لو البسكوتة دي عجبتك ما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.